مستحيل. محمد مودي، حبيبي يا غالي، حبيبي حاضر. من هقول لك اخبار الاهلي اهو، بس الناس بتكتب تعليقات كتير فانا مش عارف يعني ايه. الحنكليز اخويا وحبيبي، مساء الفل عليك يا حنكليز. اخويا وحبيبي عمرو العوادلي، مساء الفل عليك يا استاذ عمرو. وسام ابو علي طبعا، طبعا وسام ابو علي، بعشق وسام ابو علي اللي هيرحل عن النادي الاهلي. ففي كلام عن يوسف سليك وفي كلام عن اسد الحملاوي. النادي الاهلي دلوقتي شغال على بديل وسام ابو علي من قبل ما يرحل عن النادي الاهلي، شغال على بديل وسام ابو علي من قبل ما ما انا برد عليك اهو. انت قلت لي مين هداف النادي الاهلي واللي انت بتحبه، قلت لك اسامه ابو علي. طب ارد عليك اعمل ايه يا عم؟ يا لاعبين يا محترفين، والله العظيم رديت عليك. انت قلت مين الهداف اللي بتحبه، صفقات الاهلي الجديده ايه؟ حاضر حاضر، ما انا هقول لك صفقات النادي الاهلي اهو. بقول لك الاهلي شغال على يوسف. مش عارف تنتسب ليه يا عم كريم؟ ادخل على القناه وهتلاقي فر كده، هتلاقي كلمه العضويه، دوس عليها وامشي في الخطوات هتكون عضو منتسب معانا على اليوتيوب. اه الاهلي هياخد دوري ابطال افريقيا ان شاء الله رب العالمين. عمرو الدالي حبيبي غالي. ياسين مرع اهلاوي ان شاء الله، محمد شكري اهلاوي. ياسين مرع ومحمد شكري. اسامه فيصل في مفاجاه دلوقتي هقول لك عليها، هقول لك عليها. فالنادي الاهلي دلوقتي بيفكر في يوسف سليتش وبيفكر في اسد الحملاوي تحسبا لرحيل وسام ابو علي. عم احمد الرجبي، وحشني يا عم احمد. الاستاذه امل حسين، مساء الفل يا استاذه امل. مين اللي هيجي بدل المدرب؟ لا، مدرب النادي الاهلي باقي في النادي الاهلي، المدير الفني للنادي الاهلي باقي في النادي الاهلي، خوسيه ريفيرو باقي ومكمل مع النادي الاهلي. انت بتقول انت بتردش عليا وانا برد عليك. طيب يا جماعه، رضا سليم هيروح سيراميكا كيلوباترا. رضا سليم هيروح سيراميكا كيلوباترا. مش عارف بقى والله يا كريم، ما ينفعش يا كريم، ما ينفعش تكون منتسب كده. يوم الاحد الساعه 5:15. طيب، رضا سليم هينتقل لنادي سيراميكا كيلوباترا اعاره. اخويا وحبيبي اسر هاني. ليه وسام ابو علي ماشي؟ عشان عنده عروض كتيره جدا بارقام خياليه، بارقام خياليه. احنا طلعنا من كاس العالم. محمد مودي. طيب يا جماعه، رضا سليم هينتقل لنادي سيراميكا كيلوباترا. تمام تمام. خالد عبد الفتاح هيروح نادي زد. هيروح نادي زد. خالد عبد الفتاح هينتقل لنادي زد بنسبة 99%. خالد عبد الفتاح لاعبا في نادي زد. ورضا سليم هينتقل إعارة لنادي سيراميكا كليوباترا. ديت اللاعبين مؤكد رحيلهم. كمان كريم ندفد في نادي زد. كريم ندفد وخالد عبد الفتاح بنسبة 99% لاعبين في نادي زد. رضا سليم هينتقل لنادي سيراميكا كيلوباترا. ديت اخبار النادي الاهلي يا جماعه، عشان الناس اللي بتسال على النادي الاهلي. الهلال فاز 2-0 امبارح، مبروك للهلاليين. طيب، المدير الفني يانيك فيريرا او فيريرا، المدير الفني البلجيكي، اسمه مطروح بقوه على رادار نادي الزمالك. اسمه مطروح بقوه لتولي الاداره الفنيه في نادي الزمالك. بديل وسام ابو علي ممكن يكون اسامه فيصل بنسبه كبيره. اسامه فيصل جاي، وهنشوف يوسف ساليتش او اسد الحملاوي لحد دلوقتي، يعني يا يوسف ساليتش يا اسد الحملاوي. ففيريرا معروض على نادي الزمالك وفي مفاوضات معاه. لا لا. فالمدير الفني البلجيكي كان بيدرب في ستاندر ليج البلجيكي قبل كده، وده في مفاوضات مع نادي الزمالك، ما بين نادي الزمالك والمدير الفني البلجيكي فيريرا. وفي باتريس كارترون برضه. في باتريس كالترون مرشح لنادي الزمالك، المدير الفني للاهلي وللزمالك السابق. جردشار مشي؟ لا، جردشار مش ماشي. جردشار مش ماشي. محمد ابو جبل انتقل لمودرن فيوتشر او مودرن سبورت. كمان النهارده نادي الزمالك اعلن عن اعتزال محمد عبد الشافي. نادي الزمالك اعلن عن اعتزال محمد عبد الشافي لاعب نادي الزمالك بعد مسيره عطاء كبيره جدا جدا جدا. محمد عبد الشافي بيعلن اعتزاله كره القدم. علي معلول يا جماعه بنسبه كبيره جدا هيروح الدوري القطري. علي معلول بنسبة كبيرة جدا هيروح الدوري القطري. هو متجه
للخليج